الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي أغلقت آخر الطرق المؤدية إلى غرب الموصل. الفرقة تتمركز حالياً في بادوش، ومسلحو تنظيم الدولة الإسلامية المحاصرون في هذه المناطق يبلغ عددهم نحو 2500 حسب تقديرات مسؤولين في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. فقد داعش حتى الآن أكثر من 60% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، وهو يخسر المزيد يوميا. لقد قتلنا 180 قياديا في داعش، ومن ضمنهم تقريبا كل نواب أبي بكر البغدادي، من يسمى بوزير الحرب والمعلومات والمالية والنفط والغاز، ونائبه لقيادة العمليات الخارجية. في نهاية كانون الثاني يناير الماضي أعلنت القوات العراقية أنها استعادت الجزء الشرقي من مدينة الموصل بدعم من التحالف الدولي، ثم بدأت عملية استعادة غرب الموصل في 19 من الشهر الماضي. مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية يقاومون باستخدام الآليات المفخخة والانتحاريين والقناصة، لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون أن مقاومة التنظيم تضعف مع تقدم القوات أكثر إلى داخل المدينة.